السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل قصتنا سوا في الضوء الباب 71 الجزء الثاني. بدأ دخل قاسم والعيون جمعوا وجه أحمر من الغضب، وساعتها غمضت عيوني وجسمي كله صار يرجف. وقع النقال من إيدي وبلعت ريقي. سد الباب وراه وقفله. هي أو هاي هي اليوم راح يوقعون على ورقة انتهاء حياتي ويا قاسم. هاي النتيجة الأكيدة بعد كلام اللي سمعته من فاطمة. عرفت إنه حياتي ويا قاسم وصلت لنقطة النهاية. اقترب مني وعيونه بعيوني جمدت مكاني. رفعت راسي أبصر عليه. سمعته يقول بصوت هادئ عكس نظراته: وده سؤال واحد أريدك تجاوبيني عليه بكلمة واحدة، إي أو لا، بدون لف ودوران. فتحت حلقي أريد أحكي. وقف رفع كف يده بإشارة نفاذ الصبر وسكتني. بلعت كلامي من الخوف وكمل كلامه: صدق انتي ورائد مخطوبين قبل لا أتزوجك، وهو فسخ الخطوبة بسبب قصة ملهى. هدى أريد تجاوبيني بكلمة واحدة بدون تبريرات، هذا الحكي صحيح إي أو لا؟ عيوني شاخصة تتوجه قبل لا لساني يتوسل. عافية قاسم، عافية، خليني أحكي لك. والله صاحبي بصوت عالي جاوبني كلمة واحدة. جاوبي كلمة واحدة، إي أو لا. ما قدرت أهرب من الحقيقة المرة اللي حاولت أتجاوزها وأنساها وأحس بها ما مرت بحياتي. هزيت راسي بخوف ممزوج بخجل بالموافقة أن الإنسان ينعقد. ما قدرت أحكي. ما حسيت ولا إجاني راشدي دار وجهي. أحس أنا بخدي خدر وصار نام من ورا كف الثقيل. وأنا هي ضربة هي وقعة بالقاع. تكومت مثل الخرقة. تلمست خدي ودموعي نزلت على خدي. ملوحة دموعي صارت تلسع على حبابة خدي المضرب. اقترب علي كرفص يمي بالقاع ولزمني من شعري وقال: أنا من الأول عرفتك انتي عار بنت عار، وكنت خايف منك بس جذبت عقلي. حسيت بشعري راح يتقطع بيده. لزمني من فكي ودفعني حيل بسرعة. اتزحزحت للخلف وأنا قاعدة بالقاع. نهض من القاع وظل يروح ويرجع بالغرفة مثل اللي قوة لازم نفسه ما يهجم عليه. كنت أبكي وأتوسل: يا قاسم، الله يخليك انطيني مجال بس خليني أفهمك. والله العظيم وداعت بنتي أسو أنا من اشتغلت عبالي كوفي ما كان يجي ببالي هذا المكان يكون ملهى. صدقني أنا انضحك علي. لا تظلمني أبوس يدك، لا تظلمني، لا تكسرني بيك، الله يخليك صدقني، لا تعوفني وتحطمني. التفت وباوالي ورجع علي ولزمني من زندي ورفعني من القاع. صرت مثل اللعبة بيده. أحس بعظامي قامت تطقطق. قال: ليش أنا ما منتظرك تجين تحكي لي انت اشتغلتي بملهى مثل الثولة وانتم ما تعرفين؟ وليان ضحكت على عقلك السخيف واستغلتك لين أنا بنفسي وبيدي طلعتلك من الملهى يا ثولة. نغذتك بذاك اليوم من ايدهم، والا كان هسه انتي رايحة باب جنين. بس انا من شفتك يومها عرفت انتي منو وبنت منو وشنو تسوين هناك. وانا بيومها نغذتك لين اعرف ايش صديقة هالة وشايفك واعرف بكل قرارة ليان واساليبها. ومثل ما غدرت باختي هالة وقدرت تهدد بيها، قدرت تتمكن منك وتستغل وضعك. وقدرت بيش من شفتك عرفت بوقتها انتي ضحية. بكيت وانا ما مصدق ربي ظهر بحقي. أنا عذرتك وحقك تعصب علي. أعرف مو سهل عليك يحجون بعرضك قدام الناس، بس صدقني أنا مطلوبة وكل شي صار غصب عني. ولو أعرف بشغلة ليان ونيتها أكيد والله ما أقترب عليها ولا حتى أسلم عليها. زمخ بي وهزني باثنين إيديه. أحس رقبتي راح تنخلع. وقال: ليش عاد بعدك تحجين بشغلة الملهى وأنا أقولك أعرف بيها؟ منو قالك أنا مهتم اللي صار بيك بذاك اليوم؟ ليش أنا هيك ما عندي غير على نفسي وأهل بيتي أجي أدخلك ببيتي أقعدك ويا أمي وخواتي وأنا عندي شك 1%؟ أنتي متقصدة فعلتك ورايحة تشغلين بملهى وتخدمين على سكرانين؟ ليش يا غضب يا انتقام ربي مني. لو تعرفين ايش قد متندم وقد شعر راسي اني سمحت لوحدة مثلك تطعني بظهري وتستغفلني. انتي ثبتي بسوايتك ويا انتي بنت ابليس. ليش انا احكي عن صاحبي عضيدي كنت اجي مثل الاثول احكي لك عن صاحبي رائد وحبه، وانتي تسمعيني بكل برود وصلافة تضحكين على الغبي اللي قدامك اللي جايب لك اخبار اللي كسبك شلون هو مكتوب وراك. وحضرتك ما أخذتني
على قد عقلي تسمعين، ويمكن قلبك يفقص فرح لين انتصرتي على اللي خذلك. ومفسال الغرام أنا طبطوب بيناتكم، ولك أنتي شيطان من الله ينتقم منك. الله يلعن اليوم اللي قللت من عقلي وشأني وارتبطت بيك. دفعني وقعت على سرير وأنا أبكي، وقمت من السرير توسل لا قاسم لا عافية، لا تحاسبني على ذنب أفت اخترفت مراحتي. كنت جاهلة وغبية، وحبيت حالي حال أي بنية زمخ بيا كان يفور من الغضب لك. هي له علاقة وبس كان عذبتك. يمكن أغشمر روحي وأضحك على نفسي وأقول حالها حال البنات على قولتك غلطة مراهقة، وما قدرت تقول لي ليش هاي خطبة يا حقيرة. المفروض أنا وأهلي نعرف بيها، مو تعوفونه انتي وأهلك يا غافنين لكم الله. مو الأصول تقول لازم تقولون انتي قبل مخطوبة وفسختي. حقكم أثير أبوكم وين تعرفون الأصول. قاسم والله ما إيش، ولكن مو لا أريد أسمع صوتك. لا تخليني أشوف وجهك وتسوين فضل إذا تطلعين من حياتي بهدوء. أنا ما ناقصني وجع راس، عندي مشاكل بحياتي هواي، وجيتي انتي وعضيلي كسرت ظهري بيكم. صرخت ممزوعة ولزمتها من مقدمة قميصه وتوسل لا الله يخليك قاسم لا تظلمني وتعوفني. أنا أحبك والله أموتا، أنا ما أقدر أعيش بدونك. خليني هنا، أنا أبقى خدامة إلك ولبنتي وكل شي ما أريده، بس أبقى هنا يمك. ما أخليك تشوفني، يكفي أنا أشوفك حتى لو من بعيد. نتب إيدي ودفعني عنه وقال هدى اشتري نفسك ووخري عني، ما أريد أمد إيدي عليك وأضربك. ثقي بالله لو تدرين ابناء بقلبي وغضبي واللي أحسه من خيبة بيك وبصاحبي هالقد خذلتوني. يمكن لو أفكر أفرغ شوية بيك كان هسه انتي جوا ايدي تصارعين الموت. بس بختك بنتك ما اريد احد يعيرها بامها من تكبر. هذا الشي الوحيد اللي يشفع لك عندي ولا لازمني عنك. لحد هسه ما كاسر رقبتك. صاحب صوت عالي من القهر. اخ يا حيف وانا الطيب الحب صقر يصيد ما ينصاد. يصير بيه هيجي يوم من أقرب اثنين لروحي. حزام ظهري وبنت قلبي اثنينهم يطعنوني بظهري وبنفس الخنجر. يا ربي عقابك صعب، عاقبتني بيهم وامتحانك أصعب. لازم أصبر عليهم ما سوولي ما أسوي لهم أي شي، حتى لا أفضح روحي ولا أجيب حكاية لبنتي اللي ما لها ذنب كل هذا. كوى بيده ودار بكل قوته وكسر ماية الميز. صرخت خايفة منه وعليه، ركضت عليه. ايده تنزف دم، صارت نقاط دم توقع بالقاع. لزمت كف ايده وانا ابكي. قاسم ابوس ايدك كافي، ايدك انجرحت وتنزف. نتر ايدي بقوة ابقسه، لزمني من شعري وكف ايده الثاني وغرب وجهي عليه وقال وداعتك. جرح ايدي لا شيء بالنسبة لجرح قلبي. حجاها بحقد ودفعني بكل قوته. وقعت بالقاع انطاني ظهره وقال طلعي منا اذا تردين تبقين هنا بيتي خدامة بكيفك، بس لا تخليني أشوفن رقعة وجهك قدامي وإياني وياش تقولي لأحد عن أي شي صار بيني وبينك، لو على قص رقبتك، خصوصا أمي. مو على مودك، مو هامني الناس شلون تباوعلك وتحتقرك، بس أرجع أقول ما أريد بنتي تتحمل أخطائي. قمت من مكاني بسرعة بالقوة ورحت. طلعت برا لقيت هديل شايلة السوق تريد تصعد الدرج وعيونها فوق مستغربة بيها ألف سؤال. طلعت من الغرفة وأنا حالة. رحت أخذت أسو من عندها. هديل بصوت مبهوت شنو شبيكم الصاير؟ لميت بنتي لصدري وأنا أشهق وأبكي بصوت متقطع من القهر. قلت لها ما صاير شي. رحت دخلت الغرفة هالة. هديل دخلت وراي تباوع علي وقالت تريدين اتصل على ماما تجي تهدي قاسم. لا عافية هديل، لا تحكي لأي واحد عن اللي صار. هاي مشاكل بين المتزوجين عادي تصير. يعني المشكلة بيني وبين قاسم ما ترجعش الموضوع يبقى بيناتنا لأن قاسم ما يقبل أحد يعرف. هديلي بس شوفي وجهك شلون أزرق وأحمر صاير سينما. قاسم ممثل بوجهك، صدقي أمي ما راح تعبر عليها. حكيت وأنا أبشي. أكيد خالتي راح تعرف أنا وقاسم متعاركين، بس مو لازم تعرف بالسبب. هدي ليش هو السبب. أنا كنت ويا السوب الحقيقة هسه غلط. سمعت صوت صياح قاسم من يقول ليش طلعي من الغرفة، ما أريد أشوفه وجهك قدامي. على كل حال أنا ما أعرف شنو السبب مشكلتكم، بس أنصحك ما تسكتين عن اللي صار. قلبي ارتاح من قالت ما تعرف أي شي وهي بس سمعت قاسم طردني من الغرفة. لا أفضل الموضوع يبقى بيني وبين زوجي. كملت بقلبي.
أو بقايا زوجي بعد الصار أحس إن كل شي تدمر بحياتي. طلعت وسدت الباب وراها، رحت حضنت أسونة وأمتها يمي. هي كانت تلعب بلعبتها المفضلة وبغت تلعب لحد ما نعست ونامت، وأنا ظليت الليل كله ما نمته، خايفة ما أعرف شنو بصير، وين أروحن وشنو أسوي. ربي يستر علي وعلى عائلتي وبرد قلبي قاسم علي. بكيت بحرقة قلب وأنا أتوسل. سمع صوت الجرس اندق مرة أكيد جوي أهل بيت عيالي. ربع ساعة وكان أسمع صوت هالة تصعد على الدرج وتسأل عني. فتحت الباب وبيدها العلاجي توقفت متفاجئة بوجودي بغرفتها، وشكل وجهي المضروب وشعري المهوس. تغيرت ملامح معالم وجهها من الفرحة للصدمة. هالة هاي شنو ايش بي وجهك وليش جديد تبكين وعيونك حمر؟ زادت دموعي ويا سؤالها. هالة أنا انتهيت وحياتي تدمرت وقاسم طردني من حياته. صرت أحكي وأبكي بدون ما أعرف شنو كنت أحكي. هالة ذبت القرار وسدت الباب وجتي لمتني لحضنها. كافي يا عمري لا تبكين، مسحي دموعك. هو هذا قاسم من يعصب ما حد يوقف بوجهه. هسه جري نفس وارتاحي وبعدين نحكي بالموضوع، لأن وداعتك كل شي ما فهمت منك بس تغوين. هو أنا من غير كل شي ما دا أفتهم عن كلامك والنوب تبكين تغوين. سحبت نفس عميق وحسن براسي يريد ينفجر ودخلت من كثر البكي. هلا نامي شكلي صار لك هواية تبكين، وأنا راح أعوف الغراب على باكر حتى تشوفين شنو اشتريت وأسولف لك شنو صار بي ويا عزام. هسه راح أعوفك ترتاحين وتنامين وأنا نازلة أسوي العشاء لأن الكل جوعانين ما متعشين. هسه مست بتعب. شوفي هلا تلقيني مسوية تبسي دجاج ومعكرونة بالبشاميل حاطتهم بالفمن. بس حم يوم هلا يوم فديتك يا بعد عمري تردين أصعدك الغدا العشاء. خاف ما بيك حيل تنزلين. لا ما اشتهي اكلوا بالعافية. راحت هالة وطفيت قلوب الغرفة، وانا حطيت راسي وتمددت يم اسو. سمعت صوت راسم عبر من يم غرفة هالة وهو يحكي بالنقال. قلبي نهض من سمع صوته. وبعدها نمت. يوم ثاني الصبح قعدت مثل كل يوم متعودة قاعد قبل قاسم واحضر ملابسه وانزل اسوي له ريوق. قبل لا ينزل لقيت هالة خطية جايبت لها افراش ونايمة بالقاع، وانا من قد التعب ما حسيت بيها من دخلت غرفة. قعدتها هالة عافية قومي روحي. قاعد يخرج قاسم من النوم لأن هو كل يوم معتمد علي أنا أصحي. هذا بصوت ثقيل من النعاس. أوف منك هسه قاعدة. والله يا ربي هذا اللي يخربك بالصديق. تركتها قامت من فراشها وراحت على غرفتها. حسن قلبي يرفرف. أهلي تمنيت أنا أروح قاعدة، هذا مكاني ودوري. غمضت عيوني أطلب الصبر من ربي. نزلت جوا ودخلت المطبخ. ما لقيت أحد. رحت قبل حطيت غوري شاي على النار. طلعت البيض ورحت أدور على الصمون. ما أعرف خالة كل يوم تطلع تاخذه من عمو حسنين. بروحت الكاميرات لقيت عم حسنين موجود. شوية وانفتح باب المطبخ الخارجي دخلت خالة بيدها على الصمون. سلمت عليها وأنا داير وجهي، وهي ردت السلام من غير ما تنتبه على وجهه. هو مطلوب لأن كلش مو وقتها تقعد تحقق وياي. قاسم راح ينزل لازم أختفي من وجهه قبل لا يجي. كملت الريوق وحطيته على الميز وحطيت القوري الاستكان على الميز. غريب على خالة وقلت لها سمعت صوت قاسم ينزل درج. قلبي نهض. خالة أنا صاعدة الأسو سمعت صوت هدى تبكي. جاوبتني وبالها مشغولة. أخذي راحتك خالة. طلعت من المطبخ ورحت دخلت الحمام اللي بصف المطبخ. سمعت قاسم دخل المطبخ سلم على أمه، وأنا قبل طلعت ورحت صعدت فوق. هو ما يريدني ولا يريد يشوف وجهي. خليه أتجنبه كم يوم بلكي يهدى غضبه ويبرد قلبه. صعدت فوق دخلت الغرفة ولقيت غرفتنا هوسة وجامة ثمانية مكسورة من أثر الباحون غاط الدم على الأرض. تفاجأت بمنظر الكنتور كان مطلع كل ملابسي وشامهم بالقاع ومازل مايه فارغ كل عطوري وأغراضي مشمومات فوق ملابسي. نزلت دموعي غصب عني وكتمت القصة. يعني هاي رسالة إلي حتى أطلع حتى أغراضي وملابسي من غرفته. قعدت بالقاع يم ملابسي. حطيت وغطيت وجهي بكفوف يدي وصرت أبكي مثل الطفلة المنبوذة. قاسم ما يريد يشوفني ولا يريد يشوف أي شي يخصني يذكره بوجودي. والله هواي علي يا ربي. ألهمني الصبر صعب علي. أبو بيتي وزوجي وحبيبي ينبذني ويهجرني. بعد ما حسيت نفسي خوت من البكي. مسحت دموعي وقمت على حيلي وبديت أنظف الغرفة وأغير جوها. فتحت الشبابيك وقعدت نظراتي على السرير. لقيته نايم على الجانب اللي كل مرة أنا أنام عليه. شنو الصدفة لو قلبي المخذول يدور على لمحة أمل. أريد أقنع روحي أن أحب إلي بعد ما انكسر.
وجف جسمي، وبديت أنظف الغرفة وأجمع آثار ذوات أمس، وبديت بدلت الفرشة وعدلتها. كان منظر ما يعني مكسور يشبه شكل كسرة قلبي حاليا. مسحت القاع من الدم وأخذت ملابسه اللي كانت ملية بالدم، حطيتهم بالغسالة وبدلت فرشة، وشلت ملابسي وعطوري وكل شي يخصني. كل قطعة طلعها من غرفتنا أحسن تطلع روحي وياها. دخلت الغرفة لقيت هالة قاعدة هي وأسو نازلات جوا. أنا حاطة جو بغرفتها خالة سلة ملابس احتياط الأسو للحالات الطارئة. خاف توسخ نفسها وأنا مرات ما أقدر أصعد فوق أحضر لها الملابس. أخذت لي خانة من كنتور هالة وبديت أصفط ملابسي وحطيت عطوري وأغراضي ويا ملابسي. عدلت شالي أريد أنزل جوا، وباوعت روحي بالماية. كان وجهي خليط ألوان، لين ثاني يوم الألوان تبين أكثر والوجع. أما أكيد لمست خدي كلش وجعني. نزلت جوا ولقيت هالة مبدلة أسو خالة تتفيقها، وهالة كانت تتفيق وهدي قاعدة على الغنفة تدرس. باوعت علي قعدت يم هالة وبديت أتفيق. أم قاسم أقول خالة ودا اليوم كلش قلت لهشام ياخذك تروحون البيت أختك مروة حتى تنطون فلوس المهر المريم، حتى تبدين نجهز نفسه لين حددنا موعد العرس، وأريد أتزوجهم بعد شهر. هشام يقول أريد أتزوج بالعطلة على مود مريم وراها كلية. كنت مدنقة وراسي ودا آكل أي زين يسوي قرار بمكانه، حتى مريم يمكن عندها وقت تجهز نفسها. أم قاسم رفعت راسها وكملت كلامها. العد هاي هي جهزي نفسك بعد ساعة أريد تحجين ويا خواتك تتفاهمين وياهم عدل. وكانت خالة تشوف وجهي وتقطع كلامها وقالت يا خالة هدى هاي شنو شبي وجهك؟ تبكت وهدى جاوبتها وقالت ماما البارحة قاسم تحرك هو وهدى وضربها. أم قاسم حطت ايدها على حلقها مبهوتة من اللي سمعته وقالت ليش بنتي عين الله ما صلت على النبي صاير جاكم تحركتوا شنو خالة احكي شبي قاسم وياك شنو صاير؟ خالة ما صاير شي، هو كان معصب ملتي بشغله. عمامه كان كلش مشغول وانا لحيت عليه على مود ياخذني الخواتي وحكاية منه وقام عليه. وانتي تعرفين الشيطان من يدخل بين الرجال ومرته. كنت تحكي وعيوني تتهرب من مواجهته. أم قاسم يا عيني تعلمي من تشوفي زوجك معصب وصاير نام أنصحك تتجنبين تلحين عليه وتعوفي إلا أن يهدي وبعدين أحكي وياه. والله أنا أمه البارحة ما شفته مدخن من الغضب من يمي عفته وسكتت حتى ما قدرت أفاتح موضوع موعد عبس هشام. همستي خالة كلامي صحيح أنا غلطانة المفروض ما أضغط عليه. كنت أحكي وأدبر العذاب الواهنة وأنا كارهة روحي. بلش وقت أبقى مثل الحرام يغطي على مشكلتي ويا قاسم. خلصت الريوق ورحت أكمل شغلي واتصلت على شيماء طلبت منها أنه تروح البيت مروة أريد أشوفها وأحكي وياها هي ومروة بخصوص موضوع موعد العرس. هي قالت تعالي على الظهر لأن مروة موجودة بالبيت. اتفقنا على أي ساعة. ورحت قلت الخالة حتى تقول هشام يجي ياخذني. نزمت النقال وسألت قاسم رسالة على الواتساب أبد أنا راح أروح أنا ويا هشام البيت مروة على مود عرسه هو مريم. بغيت أنتظر يرد علي ساعة. رحت شفت النقال لقيت رسالة بس ما رد. لحظات وجدتي هالة وقالت قاسم اتصل علي وقال قول الهدى عادي تروح ويا هشام البيت مروة بس تعوف أس هنا بالبيت. ظليت أحوم يا رب شنو الحرب الباردة والله يموتني بجفاه. يا ربي ما عندي صبر على فراقه وصد صعب علي. كانت هالة تحكي وتباوع علي وقالت هدي هدى والله سالفتك انتي واخوي اكبر من الموضوع اللي حكيتيه لامي. والله ما مقتنعة هالة. قاسم ما يقبل احكي اي شي عن سبب المشكلة. انا اعرف امك ما راح تتركني بحالي اذا ما تعرف شنو السبب. اي صحيح انا اشهد على ذلك. وعلى العموم براحتك لا تحكي بس كل اتمنى منك انه تصبرين على اخوي. نظهر وصل قاسم وهشام على الغداء. أنا انسحبت وياهم حتى على الغداء ما قعدت وياهم. خالتي صاحتني وقلت لها خالة شبعانة ما اقتنعت بجوابي بس ما لحت علي لين شافت غضب ابنها ما رجع على البيت كان بس يصيح. كنت أسمع خالة عاطت بي وقالت له شو أدري شنو سالفتك شو من دخلت للبيت وأنت مدخن ومعصب شكو قاسم صاير شي وياك عندك مشاكل ضغوط بالعمل فهمنا ترى احنا عائلتك مو لازم تطلع حركتك بينا. يعني اليوم ما بتقعد الصبح وخدها مصبوغ. والله على مود حضرتك ضايج ومعصب على شنو ما يصير هيك انتبه لنفسك. ثابت الناس مو لعبة عندك مالك حق هيك تبهذلها وتكسر بخاطرها. يما استهدي بالرحمن وطول خلقك ترى يجيك يوم تخسر أعز ناسك بهذا عنادك. ما سمع صوت قاسم رحت صعدت فوق
غرفة هالة. جهزت نفسي وأسو كانت جوا تتغدى. انتظرت قاسم يصعد فوق. كنت بغرفة هالة واقفة ورا الباب. سمعت خطواته عبر من يم غرفة هالة. هو راح غرفتنا فتح الغرفة الباب ورجعه وأنا طلعت بسرعة من الغرفة ونزلت جوا. لقيت هشام حضر روحه وأخذني البيت مروة. كل شوية يلمح اللي يريد يجي يزور مريم يشوفها بس مستحي لأن البيت ما حد بيه. ومروة قالت لها ما يصير يجي للبيت وأنا ما موجودة وأنتي لوحدك، خليه يشوف له يوم أنا بالبيت ويجي يزورك. هشام أحس بيها ما عندها ثقة بيه. ابتسمت وقلت له كلام مروة صحيح محله. ترى هي مو ما تثق بيك بس هي حصلت عصريا على أختنا الصغيرة لوحدها بالبيت وتريد تحافظ عليها وانت هم لو مكانها تطلب من اختك نفس الطلب. شوية اصبر ايش دعوة عليك هشام، شنو غير مرتي اريد اقعد وياها واحكي وافهمها تفهمني شنو النقال وين راح، مو كل يوم قاعد تتبسبس وياها بالساعات بعد شكو. هشام الله يلعنك ردتك شعون صرتي علي فرعون. طلعتي اضرب من مروة والنوب حتى اتصالات راح تقاطعيها علي. وصلنا البيت مروة سلمني ظرف فلوس المهر وقال سلميني على مرتي خلي اتزوج الا اخليكم تحلمون تشوفوها. ابتسمت على لهفة المريم ونزلت من سيارته وانا ادعي لهم انه يديم محبتهم هو وياها. دخلت البيت مروة ولقيت البنات موجودات الا ضحى ماكو. انا نزعت شالي حطيت شعري على صبحة وخدي المضروب. لقيت مروة تتغدى ومش قاعدة يمها على الميز وبديت أتبادل السلام ويا خواتي. سلمت الظرف لفلوس المريم قلت لها هاي هشام دتهم إلك. صلت الحضن شيومة هو أنا شفتها وأنا شمرت روحي بحضنها. هي بدأت تبوسني وأخذت شعري شافت خدي فتحت عيونها مصدومة من شكلي. ومريم توقفت عن الأكل. شيماء لمتني بحضنها وهي مذهولة حبيبتي هاي شنو خدش اشبي وليش تبكين شك وهدى. مروة قامت من أكلها وراحت تغسل وأنا بعدني أبكي شهقات وأبكي وأحكي بصوت متقطع. وسمع الصوت مروة تحكي بحزم شيماء تعاي جيبيها خلي تقعد بالهول ترتاح من البكي. كل شي ما افتهمت منها. قعدت على الغرفة وخواتي دائما داري وجههم بعلامات تعجب. بديت أحكي لهم مصيبتي. أنا هسه راح أحكي لكم اللي صار والمصيبة اللي وقعت على راسي. شيماء أحكي قولي نسمعك. البارحة الخميسية مات البيت المختار وأنا ما رحت على مود أسس وبديت أحكي لخواتي عن اللي صار بي وعن اتصال فاطمة صديقتي. البارحة بالليل اتصلت علي صديقتي فاطمة وفاجأتني بكلامها وصوتها الخايف وقالت لك هدى لحقي رادت عارك ويا بيت جوارينهم بيت أبو ليان لأن صارت خميسية عمو وبيت ليان عندهم الدي جي ومسوين عيد ميلاد. وخالة مراد اتصلت على قاسم وقالت له خالة الحق على صاحبك راح يتعارك ويا جوارينا وهذولا ناس ساقطين خاف يأذونه. هو أصلا قاسم كان موجود وقال لها لا تخافي خالة أنا موجود يمه. سمعتها قالت ليلى ماما ليلى عافية قومي روحي شوفي أخوك استوى وطمنيني. كانت ليلى بحضنها ابنها. أنا طفرت من مكاني وقلت لها خليك انتي قاعدة أنا أروح أشوف شنو الصاير. رحت مديت راسي من الباب عشان ألقى قاسم زانك أخو ليان ولاطشي على الباب بين بيتهم ويسبه ويقول له انت صدق ما عندك غير ولا عندك ذرة شرف ولا كده تشوف احنا عندنا مصاب معقولة لهالدرجة جيتوا المستحى ما بقيت بوجهكم ذرة أخلاق. كان أخو ليان مخنوق ويقدر يجاوبه وكان تطلع ليان تتلعلع بلسانها وقامت تغلط وتسب قاسم رائد ولك انتي وحدة ساقطة دخلي فوتي جوا. اسكت لا لك لا تخليني ألم الناس عليك انت وصاحبك. قاسم جاب رائد وقال له عوفها ما نجس لسانك وتحكي وحدة ما تندل باب الشرف وينه. ليان عشتو شوف منو جاي يحكي لي على الشرف. لقاسم انت آخر واحد يحكي عن الشرف. شنو نسيت منو مرتك لو أذكرك الله يرحم هاي شحال لو ما انت طلعتها من الملهى بيدك. رائد عاط بيها وقاطع كلامها وقال لها اكلي تبن وخيطي الحقك لا اجي احرق اللي خلفوك. هاي شنو يعني رائد الظاهر حنيت الحبيبتك هديوة شكلي هي اجت المواجع عليك من جبت طاريها. رائد هد عليها يريد يسكتها وقاسم لزمه وقال له عوفا دار وجهها عليها وقال لها مرتي تاج راسك واشرف من الشرف مو وحدة مثلك جاية من الوحل تجي تتهم عرضي بكلام أكبر من راسك. انتبه على الفاضح لأن الكلام اللي حكيتيه صدقيني راح يوديك ورا الشمس. ليان هزت إيدها باستهزاء حبيبي أنا متأكدة من كلامي ما متهمة أحد باطل ولا تقعد تهدد وتطلع بطولاتك براسي. مو ذنبي إذا كان الماي يمشي من جواك وإذا أنا مبتلية على عرضك بحرف واحد إلك حق تهدد وتحكي. بس هذا صاحبك يمك وسأله وقل له
صحيح كلامي لو لا. كان قاسم منطي ظهره وما قدرت أحذر ردة فعله، بس تفاجأت من جواب ليان وقال لها الكلام اللي قلتيه أعرف عنه وكل شي قسمه ونصيب، وهذا الشي ما يقلل من شرف هدى ولا يمسه. كان يحكي لها يحكيها بصياح، وانتبهت ليان بهت لونها ورائد هم كان منطي ظهر، ما قدرت أعرف شنو يفكر، معقولة هو قايل للقاسم لو شنو الموضوع. اجابوا ليان ودخل بنته وابنه قال لهم لا تورطونا ويا قاسم، احنا مو قده وقدرت. قعدت يعتذر من قاسم ورائد، خايف على بيته مهما يكون أهل قاسم وعمامه وقرايبه بهاي المنطقة، والملهى مالته لا يهجمها عليه قاسم. دخلوا جوا وسدوا بابهم، ليان تحكي ويا أبوها تقول له والله عمي خوش احنا قاعدين وسادين بابنا علينا، وهم اللي هدوا علينا يحلفون شلون بالله نريد نحتفل نريد نعيد شلون يعني نبطل. وأبوها يقول لها ليش كافي ستفي علينا. شبت قاسم ورائد جوا يمشون اتجاه البيت، رديت الباب وكان فجأة سمع سؤال قاسم الرائد، وقال له رائد شنو معنى ليان شنو معنى كلام ليان اللي حكيته قبل شوية؟ يقول لي هو مو صحيح. كان يحكي بصوت ناصي، لطمت على خدي خايف والله عرفت. قاسم تفاجأ بكلام ليان بس ما بين كلامها قدام. راد دنق راسه وجاوبه وقال له اوقف قاسم خلي احكي لك، ترى ليان كذابة صدقني احلفك وغلط عمار ابني هدى شريفة، وليان الحيوانة هي اللي جابت رجلها لهذا المكان. بس قاسم سكته وقال له بصوت ما يحتاج يقول لي لان انا اعرف مرتي شريفة لولا او تتهرب جوابك بكلام ثاني. كان رائد يباوع عليه مصدوم. قاسم انا ما سألتك عن الغدر ليان، انا اسألك عن غدر صاحبتك الي، يعني هي هدى نفسها البنية اللي تحبها وفسخت خطوبتك منها. رائد دنق راسه بخجل وقال له هي نفسها، بس شنو أحلف لك حتى صدقني أنا ما عندي لك هدى. قاسم ما ترك مجال الرائد يكمل كلامه قبل انطاه بوكسي ووقع بالقاع وصار يضرب بيه بكل قهر، ورائد ما يشيل لا ايد ولا رجل ويدافع عن نفسه، بس اسمع يقول اضربني بس لا تظلمني وتظلمها، والله عرضك مثل عرض يوم نضربت الهدى بعين نجسة ولا وداعت خوتنا وروح ابويا البنية من يوم اللي افترقت طريقنا بعد لا شفتها ولا شافتني. بس وين قاسم كان بقمة الغضب دفر ببطنه وقال له والله ببختك بخمسية أبوك وبجاجي الموجودين بالاستقبال، وإلا كان مسحت بيك القاع وخليك تزحف زحوف. اتجه سيارته ركبها وشغلها وطلع. حكيت كل شي صار بيني وبين قاسم لشيماء ومروة ومريم، خطية يباعون عليه مصدومات. شيماء ليش هدى مو قلت لك لازم تقولين القاسم عن موضوع خطوبتك بالرائد؟ قاسم إله حق يعرف بهيك موضوع. جاوبته وانا ابكي متندمة صدقيني شيماء، انا بالبداية شفت ما له داعي اقول لنا قاسم عن خطوبتي بالرائد لان كنت اعرف بزواجي منه مؤقت، فمجرد فترة تنطلق كل واحد بينا يروح الطريقة، لذلك قلت ما يحتاج اقول له. مروة بغضب زين شنو عذرك بعد ما استمر زواجكم؟ ليش ما حكيتي هسه لو علاقة حب قديمة كان عذرتك وأقول معذورة، لأن صعبة على الزوجة تقول زوجها عن هيك سوالف، بس هسه هاي خطوبة في غض النظر عن هو صاحبه، يعني صار الموضوع أقوى من أن تضمينه عنه. يعني لابد أن يجي يوم اللي راح يعرف قاسم بالموضوع. ما قدرت أقول أن أستمر زواج لأن حبيته وخفت أنه يعرف يعوفني. شيماء والله أنا كنت خايفة منه. عافية شيماء لا تلوميني، قولي شنو من حظ أسود وأعوج اللي يخلي قاسم دونا عن الناس كلها هو اللي يفزع لي ويخلصني بسالفة الملهى. يعني لو أحكيها للمخبل اللي بشارعها ما راح يعقلها. ما ولا بالعكس هذا الشيء الوحيد اللي بصالحك، على الأقل هو يعرف أنت مظلومة مستقبلينك. بالحقيقة ما راح أقعد ألومك، بس كل اللي أريده منك تبقين تحاربين حتى تعرضين على زواجك، لأن قاسم رجال بمعنى الكلمة وتربطكم ببنية لا تحطمين حياتها. جاوبتها بأمل راح أبقى وأتحمل وأصبر عليه وأدعي الله يحنن قلبه عليه. شي ما ترى خلي بالك الموضوع مو هين على قاسم، ما أتوقع راح يتجاوزه بسهولة. بعدها ما غيرت الموضوع تنقلنا نحكي على تجهيز مريم ونحضر بأشيائها. شي ما قالت أنا عني راح أتكفل بتجهيزه، وبيومها بقيت ببيت مايوة لليل وبقيت منتظرة شي ما يجي عليها حيدا ويوصلني للبيت، لكن فجأة دقنا قال كان متصل خاله وقاسم. رديت بقاسم خاله هدى. قاسم رجع للبيت وعرف بيش لحد الآن ما راجع للبيت. حرق البيت علي أنا
عافية خالة تكفي الشر راح يجي عليك هشام ياخذك عافية بنتي رجعي ويا ما أدري بيش بعدك زعلانة كبري عقلك ورجعي لخاطر بنتك وزواج هشام ما بقى عليه شي مو وقت هالمشاكل. جاوبتها مستغربة خالة حبيبتي والله أنا ما طالعة زعلانة أنا كنت منتظرة زوج شيماء يجي يوصلني الطريقة للبيت. مقاسم راح اي عافية خالة الله يكملك بعقلك. نهت الاتصال بالبنات مروا علي وسألوني وقلت لهم عن اللي صار. مرة يا حبيبتي رجعي لبيتك وصيبي سباعية دقنا قالي وكان متصل هشام. انتبهت لمريم كانت تنتظر بالمطبخ تباوع على الكاميرات بس شافتها راحت ركض تفتح الباب. حاولت أأخر روحي وأشغل البنات حتى هشام ومريم ياخذون راحتكم. ورا 10 دقايق سلمت على البنات. مروة قامت تريد تطلع ورايا. لا حبيبتي ظلي قاعدة مكانك أنا أطلع عند الباب. رحت طلعت من المطبخ وعيوني تدور على عصافير الحب وين خاتلين أشوف ماكو بالجراج. وكان ألقى الأخ ماخذ أختي والمولد ديزل موجودة بالجراج. خرب يومك هشام ما يضيع فرصة. كان هشام مدنق راسه ومغطي مريم بذراعه. جلي صوتي حتى ينتبهون لوجودي. انتبهت مريم دفعتها بسرعة تبكي وهشام ارتبك والخبص باوع علي. بعدها باوع وراه خاف وحدة من خواتي الكبار جاية وياي. هشام تنفس براحة وقال الله ينعم ابليسك ودا والله عبالي ما ولا شيماء وياك والله اجيت اطفر السياج من الخرعة. قلت سوون كبسة. هدى مرت الأيام وأنا قاسم علاقتنا متوترة وأنا كنت أحاول قدر الإمكان ما ألتقي به وإلا هو حاول يلين من عناده. شيماء بدأت تجهز مريم وخالة أم قاسم بدأت تجهز البيت وتعدل بيوها ليوم الخميس هذا خطوبتها. ابتسمت وأنا أتذكر عزام شلون دخل لي حجة حكى ويا خالة أم قاسم قال لها عزام أمول خالة يعني من أجلته أقول خالة يعني من أجلت خطوبتي وقلت حلقهم معذورين وعيب من جوارينهم يفرحون وجوارينهم حزنانة بس ما تحددون عرس أستاذ هشومي وأنا ما تبكوني على الرف. أبغى أنتظر هاي الماما بجية منكم يعني شفتوني فقير وساكت كرمون بيه كرمون تاكلوني وتغلسون علي. هشام خاب دكل تبن أنا خاطب قبلك أول عبس قابل أنا فاهم مثلك. أم قاسم تضحك عليهم يا يما هشام عيب تحكي ويا خطية هو هم حقه عزام والكعبة إذا ما أسوي خطوبتي قبل عبس هذا التيس ما أكون عزام. هشام أقول أشوف أنت جاي بيتنا وكل وكاحة عين الطالب وتحلف وتوعد الظهر جسمك يحكك وصار لك هواي ما مسحول. أم قاسم يما هشام إيش بيك قمت على المقعود هسه اللي يسمعك يقول قاطع عليه ليلة العفسك هو هم خطأ يريد يفرح ويخطب وأنت ما بقى على زواجك أسبوع بعد شبيك دايخ. هشام يعني هو إلا يعبس ويا عبسي وأنتي ملتهية ومشغولة بتجهيز عبسي. أم قاسم التفتت على عزام وقالت يمه عزام عقب باكر الخميس جيب أهلك وتعالوا خطبوا إحنا ما عندنا شي أشو إحنا أهل وما بينا رسميات. هالة سمعت الخبر وقامت تقمز من الفرحة والوجه أحمر. خطيئة ما مصدقة حلمها وأخيرا راح يتحقق. مر يومين واليوم خطوبة هالة قعدت من الصبح مثل كل يوم أحضر ريوق القاسم. نزل الدرج وشان ألتقي وقعت عيوني بعيونه كان نظراته جامدة دنق وكمل طريقة ما عبالك شافني متت من القهر ليش وقت أبقى أصبر عليه ما أعرف ليش كل ما أشوف نظراته أفقد الأمل برجوعه بالزايد. اليوم كله مخبوص وخوات قاسم اللي بالمحافظات بعد يومين يجون وأنا دا أسوي حملة شاملة للبيت. وخالة استلمت المطبخ والطبخ وهالة طلعت من ويا منى وكوثر للصالون الساعة 6 الخطوبة. ساعة 2 دقنا قال خالة أم قاسم كان المتصل قاسم. دبت عليها وهي تضحك. أم قاسم هلا يمه قاسم شوية وكانت تشهق مفزوعة ضربت على خدودها. أم قاسم يمه صخمني يمه كل شي ولا ابني. رحت ركض عليها وقلبي يريد يوموع بين رجلي وسألتها خالة شنو رايك قاسم شبيه. أم قاسم سدت النقال وهي تلطم على خدودها وتقول ولش هدى هشام طابقة عليه سيارتين وخاط فينه.